توا مانيش مستعرف بلي ثم ثوره. شوف انا سميته فتح رباني، مع احترامنا لكل من بذل مجهود ولا مات ولا تجرح. شنو فتح رباني؟ فتح رباني من انا ومن انت باش نجي نغير يعني بلاد كانت معناها من اتعس الانظمه في العالم، فهمتني، ونظام بوليسي وقبضه حديديه ب4 من الناس ونصف معناها عملنا ثوره. لا، اما شوف ثم ناس غيرت انفسها. ما معنى فتح رباني؟ بمعنى فتح رباني يعني حاجه جات من عند ربي، فهمتني؟ من انا ومن انت باش تجي تقولي لا واحنا وعملنا وكذا كذا. الحمد لله يا ربي توا المسؤوليه بعد الفتح، خاطر قبل كنا نخافوا. انا العبد لله كنت نقرا في النخله. معناتها تحكي على معجزه الهيه صارت معناتها الى حد ما. وفي عهد المعجزات ديما عهد المعجزات. المعجزات ما توفاش. البشر هو اللي يمثل ربي على الارض معناتها، والبشر والخوارق الطبيعيه شو سميها هذيك؟ طبيعيه، فماش طبيعه، كل شيء بقدر. اللي قاعد يصير في الكون هو قدر الرحمن، فماش كلام. إذا شوف خليني نكمل لك الفكره برك. انا نحب نسالك في هذه سؤال، كمل لي. اذا لو كان الناس هذم عملوا لدينهم، هل يستناو مقابل بعد؟ شوف سؤال راهو بريء، معناتها فسر لي. ما يسالش هو للدين، لكنهم مادام في الدنيا وعندنا السنه النبويه. يعني توا اللي هاجروا مع سيدنا وخلوا اموالهم وخاضوا الحروبات كانوا ياخذوا نصيبهم في الغنائم ولا اغنياء. غنيمه شنو؟ غنيمه الحروب. غنيمه الفتح الرباني معناتها. اي نعم سيدي. كل شيء، شوف كل شيء يتدرس وكل حق يعني واضح. ما قلناش نحن الناس هذوما ناس ضحات، الناس مظلومين. بربي اللي عنده 20 سنه يعني مطرد من خدمته من غير وجه حق وحياته تدمرت، وتوا هذا يا سيدي هذا عنده حق ولا؟ اما مش نقولوا لا نفلس، لا بالمعقول. لكن شوف راهو الحق ما يوليش باطل والباطل ما يوليش حق. هو حكايه توقيت، راهو الناس مختلفه في التوقيت. معاك مش في التوقيت انا معك. لا يا سيدي فما اولويات في البلاد، الاولويات وبالمعقول. لا نجيو للي عنده حق نقول لا انت عملت الربي وانت مازلت في الدنيا، نعطيوك توا يعني معناها كيما نقولوا اجرك يعتبر اجر وحقه، مش اجره منا من عندك. قلنا حقه 20 سنه الاصل فيه يخلص فيها ال 20 سنه بعد الثوره. افونس مش افونس. لا افونس والبقيه ثواب عند ربي، عاد خليه شويه للاخره معناتها. تحكيوا مثلا على الغرب خليه للاخره. اللي تربط ظلم 24 ساعه سي عادل، خليه للاخره شويه. لا وافقني في هذه برك. رغم اللي انا ننصح الناس كله صحيح يا اخي الاخره خير وابقى وما عند الله خير بالطبيعه. لا هذا نظريا، اما تطبيقيا 1000 مليار. لا والله وانا ما نحبش. شوف لا ندافع على حد ولا نهاجم في حد. انا نعرف ناس معاناه نعرف بنيه تقريبا 18 سنه دخلت للسجن تو عمرها 38 سنه. باش تعوضها؟ كي تعطيها ملاك ليله الكل ما تعوضهاش. بقى هذه مش بالمنطق هذا، اما اللي هو حقها يعطيوا لها سبحان الله، اللي هو حقها بالقانون الوضعي يا سيدي مش الشرع. باهي سي عادل. اما بربي حبيت نقولها ونعاودها. تو اللي تربط ظلم 24 ساعه في الغرب يولي ممكن ياسر يجيه معناها مبلغ مالي يعيش به مرتاح. معقول ولا ذلك؟ لا باهي سي عادل. وقص على ذلك. الغرب وقت اللي تحبوا تاخذوه كمثال تاخذوه، وقت تحبوا تلعنوه. باهي اما لكل مقام مقال بالطبيعه. ناخذوا منه الحكمه، واذا كان حاجه اخرى شذوذ ولا كذا بالطبيعه الى سله المهملات. هكا هو التوريست تلبسهم جبه من بعد تقول لي الغرب كذا. باهي اذا كان حب والله على جبدان الله. كي مشيت مره بجبه عجبهم. اي توريست راجل ايش تقولوا له معناتها نطهروك ولا شنو؟ شوف احنا معك انت اللي تحب تكون العمليه فيها مراوحه، ما يصيرش. احنا شوف احنا نحكيو على المظهر العام باش نحترموا بعضنا. فهمت؟ يعني هو راجل ينجم راجل بين رجال ما يحترمش الرجال، ومراه بين النساء ما تحترمش النساء. واضح يا سيدي هات نتفقوا يعني في هدايا الاحترام المتبادل. احنا عندنا شعار في الجمعيه انا احترمك والزمك باحترامي. قالوا لي قويه شوي سبحان الله انت قبلتني نحترمك وتقول لا هو جهه متبادل. باهي سي عادل العلمي، لهنا معناتها الحكايه اولويات. احنا حكينا في البلاد معناتها توصلوا الفصل بين الناس في المعاهد، هاو بحورات كل واحد يعوم وحده وغيره، في حين مشاكل البلاد مش هذه. ما تنجموش مثلا يقول لك انتم معمولين كيما الدميه باش تبعدوا الناس على مشاكلهم الاصليه.
شنو اللي يهم المواطن اكثر؟ انه الرشوه ما زالت ولا انه السياحه لازمها تلبس روبه طويله؟ شنو اللي يوجع المواطن اكثر؟ كي ما يلقاش خدمه لولده ولا فما لوحه في العبدليه؟ شنو اللي ينرفز المواطن اكثر؟ انه الماء مقصوص عليه ولا تصويره مارلين مونرو في افيش؟ معناتها موجودين لامور ثانويه ما تهم حتى المواطن، باش تعملوا زوبعه باش تبعدوا كانكم معناتها جناح للحكومه تبعدوا الناس والمواطنين على مشاكلهم الحقيقيه. باهي هو تو هذا سؤال طويل برشا. اما بقى انا يعني الى حد ما باش نجاوبك بايجاز. اولا كل واحد عنده اهتماماته. انا تو جمعيات يجيونا على اساس يقولوا انتم مثلا نقول اليتيم هاو ثم اللي خاص. احنا الجمعيه هذه تختص في المجال هذا، المجال الدعوي وخاصه في الفضاءات العامه. تو عندنا قانون يجرم المجاهره بالكبائر. هذا احنا يا سيدي اختصاصنا. سبحان الله. توا مشكلتنا مجاهره بالكبائر ولا البطاله؟ شبيكم ما تتكلموش على البطاله، على المشاكل، على الحظائر اللي ما خلصوش، يتكلموا على هذه الكل. اما قلنا ما كل واحد واهتمامه. قبل ما تجي تقولوا وانت سي عادل تلهلنا بمشاكل تونس الاولى، معناتها مشاكل تونس المهمه، يزينا من لابس وسايح يغطي روحه والاخر يتكيف. راهو البلاد معناتها بطاله ودنيا نتلهوا بها ومن بعد نتلهوا. انا نرى المجاهره بالكبائر اخطر. هذيك تجيب البراكين وتجيب الزلازل وتجينا سومطرة لا التونس. شوف هذا انا مسؤول عليه. معناتها نشر الجوية انت باللبسه تمشي. معناتها نشر الجوية قال ربي بسم الله الرحمن الرحيم غدوه شتي باش تصب. بسم الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني في حديث يعني احدى زوجات النبي سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه قالت انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم اذا كثر الخبث. ولهذا هنا إذا كان كثر الفساد راهو ربي يعني ينجم يجي العذاب يعني شامل. وبالتالي علاش قلت لك الشعيرة هذه وفي المثل السيء ربي يذكر بني إسرائيل بإيجاز وهذه آية قرآنية. قال ربي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يا سيدي احنا ننهيو عن المنكر ونامروا بالمعروف، لكن ننهيو عن المنكر بدون منكر ونامروا بالمعروف بمعروف. واضح. هذا اللي بيناتنا. واضح سي عادل العلمي. معناتها رايك واضح انه بالنسبه ليك مثلا المجاهره بالكبائر اهم من قضيه اللي هي البطاله ولا غيره. وجهه نظر هذيك تجيب الخير وهذيك تجيب الصابه وهذيك تجيب اقتصاد مزدهر. واضح. وربي يقول وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. سيد عادل العلمي احنا حبينا نعرفوا على الاولويات. انا قلت لك معناتها الناس يقولوا مش اولويات ان ننتهيوا على الكبائر ونقوموا بالواجبات. معناتها لو كان وجهه نظرك واضحه انا ننقلها حسب ما فهمتها، لو كان نبعدوا على الكبائر ونبعدوا على الحاجات هذه تو ربي يثمر وتو يبعدوا علينا الزلازل يبعدوا علينا نشبعوا في قروشنا بالمعقول. معناها مش ندعوا بنات تونس باش يلبسوا حوايجهم ينقصوا البطاله 200,000 على الاقل. انا والله ساعات كي نرى مظهر كيما ذا نقول ثم كيس تاع قماش في البلاد. فيكم معناها واضح بالعكس هو الحوايج معناها بالمتر وبأرضين وكذا ما نعرفش علاش. سي عادل العلمي كلامك واضح، نحب تصفيق على سي عادل العلمي. ربي يفتح عليكم ان شاء الله. شكرا لك السيد